السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. الفسيخ الجميل بقى اللي احنا بنبقى عاوزين ناكله في اي وقت كده تيجي على دماغنا ان احنا ناكله، فبنقعد نقول لسه هننضف ولسه هنعمل. هوريكم النهارده طريقة جميلة جدا في التنظيف وسهلة، وان انت ازاي تروحي معبياه كده في علب زي ما انا عاملة، وبتحطيه في الفريزر وقت ما تكوني عاوزة تاكلي بألف هنا بتطلعي وتاكلي منه على طول. طريقة سهلة ومبسطة. كمان البصل عندنا اقولك على طريقة جديدة ليه تحفة، هتدعولي بعدها ان شاء الله. والطحينة الجميلة اللي منستغناش عنها جنب الفسيخ. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب بقى كيس كبير كده بفرده على المطبخ علشان ان انا بعد كده الم وارمي على طول، ما بهدلش الدنيا خالص. عندي الفسيخ البيتي الجميل، وهسيب لكم الرابط كمان بتاع الفسيخ اللي انا عملته في صندوق الوصف. وعندي معلقة وعندي مقص، مش اكتر من كده. هنبدأ بقى بسم الله بمنتهى السهولة خالص. طبعا أنا محضرة العلب اللي هحط فيها قبل ما أشتغل عشان أحط فيها على طول. هبدأ بقى بسم الله، هروح ماسكة الفسيخ على طول واشتغل فيها. لا هغسلها ولا هقعد أشيل منها القشر بتاعها ولا الكلام ده خالص، ولا أقعد أرهق نفسي. كل الحكاية إن انتي بتروحي قطعة وفاصلة الراس، سهلة جدا. وبروح فاتحة بالمقص كده البطن بتاع الفسيخة. وطبعا هروح شايلة كل الحاجات اللي جواها كده بمنديل مطبخ، بإيدك عادي. تشيليها خالص، هتبقى سهلة جدا جدا معاكي. شايفين ما شاء الله الفسيخ لونه الوردي الجميل جدا ازاي، ودلع وتحفة. الفسيخ البيتي يا جماعة مفيش أحسن منه. أنا مش بنقد حد ولا محلات ولا حاجة، بس انتي بتقعدي تغسلي فيه بتطلعي الزفارة منه، بيبقى عاملاه على ايدك وتشوفي الحاجة قدامك نضيفة وعاملة ازاي. طبعا سلسلة السمك مش بنسيبها، لو فيها أي جزء بنشيله وبنعمله. وده طبعا علشان ما نعرفش البركة في الأكل فين، ما بنهدلش أي حاجة من الأكل، لعلها هي تكون اللي فيها البركة. هبدأ بقى الشوك دوت بيطلع بمنتهى السهولة اهوت، مفيهوش أي تعب ولا حاجة. وبرضو بالمنديل أو بالسكينة بروح مطلعة الجزء الأسمر ده، لأن الجزء ده برضو فيه لحم وما بيترميش. بالمعلقة بسم الله الرحمن الرحيم بروح إن أنا سحباها كده على طول، بجردها بعملها زي ما انتوا شايفين كده. بروح شدة بالمعلقة كده الجلدة، شدها بإيدي وبالمعلقة أروح مطلعة واحدة واحدة كده اللحم. بيطلع معايا في منتهى السهولة، وبسم الله ما شاء الله الله أكبر. شايفين الجمال؟ شايفين النظافة؟ تحفة. وما شاء الله طالع بقى قطع قطع كبيرة ازاي. بتقطعيها على قد ما انتي هتاكلي، ايه صغيرة كبيرة كده، مفيش مشكلة. بسم الله ما شاء الله تحفة. تحفة الحاجة بتعمل في البيت بصراحة، بتبقى غير بره خالص مهما كان. شفتوا بقى اسهل من كده بدون اي تعب خالص. والجزل والقطع الجميلة بتاعت الفسيخ، كل حتة بقى حمراء وكل حتة فيها لحم، انا بعملها بالمعلقة سهلة جدا. وبشيل برضو منها الشوك اهو، ولا صدف بقى ولا صدف هتيجي ولا اي حاجة، ولا تعبت نفسي ولا قعدت انضف ولا قعدت اعمل، لانه مش سمك. انا مش محتاجة الجلد في حاجة، مش محتاجة احطه. انا عاوزة امعه وتاكل، اروح واخدة القطعة على طول كده وبألف هنا، ما يكونش فيها اي تعب ولا حاجة. اي نعم هيبقى فيه مش تعب والله، كمان مش عاوزة اقول ان فيها تعب، بس فيها ان انتي لما هتنضفي مرة واحدة، وبعد كده بتحطي الاطباق في الفريزر ميجرالهاش اي حاجة، تاكليها وقت ما انتي عايزة بألف هنا وشفا. وهنا بقى طبعا الفسيخية بعد ما اتجردت من اللحم خالص ما شاء الله، الجلدة اهي تمام وتطلع. وبرده ما بنحبش نسيب اي حاجة يا جماعة علشان البركة. ودي واحدة تانية بنفس الكلام هعملها. انا مش هكرر ومش هعمل الفيديو، انا هسرعها، بس انا حابة اقول كلمتين في الموقف دوت تحديدا يعني. الجماعة اللي بتنقدني علشان ان انا مش لابسة جلافز او جوانتي، بمنتهى الامانة انا ما بحبهمش وبقرف منهم. انا بحب ايدي، يعني ايدي انا بغسلها وبعقمها وكل حاجة. انتي بتحبي بقى الجلافز، بتحبي الجوانتي، بتحبي تلبسي مش عارفة ايه، البسيه يا حبيبتي مفيش مشكلة. كل واحد بيعمل اللي يريحه. انا الحمد لله ما بحبهمش خالص بصراحة. ما بحس كده ان انا يعني مش عارفة، يعني هو عمره ما يكون انضف من ايدي بأمانة، حتى لو متعقم او برضو مش نقد، بس هو يعني دوت فكري او دوت حاجة عندي كده. شايفين الجمال بقى بتاع الفسيخ؟ خلينا فيه. هنا بقى بمنتهى السهولة خلاص الكيس اللي كنت عاملاه اشيله كده على طول، ويلا هوب ارمي كده تمام خالص.
عندي العلب بقى بسم الله ما شاء الله اهي، احطها في الفريزر. انا حطيت على قد استخدامنا. هتحطي زيت عليها، عاوزه تحطي ليمون حطي، مش عاوزه تحطي ليمون او تحطيه وقت الاكل مفيش اي مشكله خالص، مش هتفرق في الحالتين. بس العلب دي تدخل بقى الفريزر كده وتقعد لها شهور، مش عاوزه اقول سنه، بس هتقعد لها شهور. تطلعها في اي وقت وبألف هنا وشفا يا رب. ده الشكل النهائي التحفة. بحط طبعا كده ليمونة كشكل على كل طبق عشان لما اطلعه برضو يبقى كده شياكة. عندي الفلفل المجفف او الشطة الحمراء المجففة بقطعها قطع بحطها، وبرضو بجففها في البيت، والفيديو موجود عندكم على القناة، حطه في صندوق الوصف. وادي النتيجة النهائية بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة، حاجة جميلة جدا جدا. حابة أقول هنا حاجة، دوت معطر من ماي واي، هو مش معطر، هو إزالة روائح المطبخ، جميل جدا جدا. بتروحي رشة رشتين وعاملة بيه رخامة، خلاص كده تمام، مفيش أي مشكلة خالص، مبقاش فيه أي ريحة خالص. هنا بقى الفسيخ الجامبو اللي هو بيبقى حجمه كبير شوية، هو برضو نفس الطريقة اللي احنا عملناه، ده برضو اللي هو متخلل في البيت، معمول في البيت، منزلي الصنع، هاند ميد زي ما انتوا بتقولوا. هو برضو نفس الطريقة. بفتحه، مش لازم اخلي الراس برضو او اشيلها. بفتحه وببدأ برضو بنفس الطريقة بالمعلقة وابدأ اخليه. بس هنا بسم الله ما شاء الله بقى، شايفين الكبير بيبقى جميل وكله فيه زي دهن جوه ازاي، ده بيبقى طعمه تحفة. شايفين اللون القرمزي الجميل يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة تحفة. اعملي حاجتك في البيت وكليها وقت ما تعوزي. هنا بقى هنيجي للبصل. طبعا تقطيع البصل ما هوش جديد خالص بالطريقة اللي انت عايزاها، لكن اللي هيتحط على البصل هو الجديد، وهو المكون اللي مش هيخلي فيه حمو للبصل لما تاكليه، او تحسي ان هو حاجة تعباكي او معدتك تعباكي بعد ما بتاكلي البصل. حاجة جديدة وحصرية بتاعتي على القناة، يا ريت تدعموني وتشيروا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس كلها تستفيد. هنا بحط السكر يا جماعة على البصل، ما بحطش ملح. الملح بيزود الحموضة بتاعة البصل، بيزود الحمو بتاع البصل، بيزود اللي هو الحاجة اللي احنا يعني مش بنحبها في البصل، اللي هو الغازات اللي بتبقى فيه. فالسكر بيمنع كل ده، ومش هيكون مسكر، ما تخافوش خالص. بقطع عليه بقى بقدونس، كزبرة، شبت اللي موجود عندك. ده برضو بيديله طعم حلو جدا جدا. وما بنقلبه كده بصراحة طعمه تحفة، بيبقى جميل وبيبقى خفيف وما بيتعبكوش خالص. جربوها وادعولي. عصرة ليمون، بلاش خل، حطوا ليمون، الليمون احلى وافيد. ف حاجة تحفة جميلة جدا جنب اي اكلة بقى جاية تعملي بصل، اعمليه بالطريقة دي وما تنسيش تدعيلي. بابريكا دي طبعا العشق في المطبخ، فأي حاجة تحتاج بابريكا وما تحتاجش بابريكا أنا بحط بابريكا. نقطة الزيت دي بقى بتخلي ريحة البصل تظهر، حتى لو انتي بتعملي سلطة وحطيتي نقطة زيت بتلاقي ريحتها طلعت قوي كده وبقت جميلة. وبألف هنا، طريقة رائعة. وبرضو ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والكومنتات الجميلة، واللي جرب الوصفة يقول لي ايه رأيه وكانت عاملة معاه ازاي. كده البصل اللي جنب الفسيخ تمام قوي، لكن برضو احنا عاوزين حاجة تقلل الأكلة دي أو تقلل، حتى لو الفسيخ دلع برضو هو يعتبر من الموالح. يبقى هنتقل للمرحلة التالتة، وهي مرحلة سلطة الطحينة اللي بتبقى جنب الأكل. عندي الطحينة الخام اللي هي السايبة، بشتريها كده سايبة، هحطها واحط عليها معلقة خل حسب الكمية طبعا، ونص معلقة مية، واسيبهم كده حوالي نص ساعة. شايفين بدأ لونها يتغير وتعمل المكون الابيض دوت. هروح زايداها بقى ميه سخنه او لبن سخن، بس انا بحب الميه عن اللبن في الطحينه، بتبقى جميله وهتديكي برضو اللون الابيض الجميل بتاع الطحينه، مش هتبقى غامقه ولا حاجه. بالمعلقه، هي بتخرز في الاول كده بس مفيش مشكله مع التقليب المستمر. انا بحاول دايما يا جماعه اعمل بالمعلقه. انا عندي بلندر، عندي خلاط، عندك كبه، غيرك مش عنده، مفيش اي مشكله، ما تقفيش على حاجه. بصوا مجرد التقليبتين دول بقت كريميه ولونها فتح وبقت عامله ازاي، بمنتهى الجمال. اتبعوا الخطوات دي في سلطه الطحينه وهتطلع رائعه معاكم بالمنظر ده. حطيت طبعا الملح بتاعي اللي انا عايزاه.
الكمية اللي أنتِ عايزاها، وطبعًا البابريكا حبيبة قلبي في المطبخ لازم أحط منها، بس ما كانش عندي كتير فإيه بقدر الإمكان حطيت اللي موجود. جات منِّك تقيلة، جات منِّك خفيفة، زوّدي، بس أنا بصراحة المَيّة ما باحطش على طول كتير في الأول، باحط حبّة صغيّرين علشان أوايم السُمك بتاعي اللي أنا عاوزاه أو القوام بتاعي اللي أنا عايزاه. أنا بالنسبة لي كده تمام جدًا وحلوة، أنا حاباها كده. بابدأ أصُبّها في الأطباق بتاعتي اللي هناكل فيها. البابريكا طبعًا أنا برضه مش سايباها وعمّالة أنزّل آخر قطرة فيها لحد الآخر. هنجيب بقى شوية بقدونس حلوين كده، كزبرة، أي خضرة عندِك، ما فيش شرايح ليمون، بس مجرد إن أنا زواق للحاجة، وبرضه جميلة وطعمها رائع، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما اشتركش عندي في القناة يا ريت ينورني ويشترك. الكومنتات الجميلة اللي بتسعدني، ودمتم دايما يا رب بألف خير.